السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا النهاردة هكلمكم عن الكبة بصراحة. وانا بقالي حوالي 7 شهور بستعملها، بس قلت اجربها الاول عشان اقول لكم رأيي فيها بصراحة. هي حلوة قوي في البصل والثوم. المضرب كمان انا نسيت اجيبه في الفيديو، المضرب بتاع الكريمة حلو برضو. بس في الطماطم هي بتخرط مش بتعصر زي الخلاط. و وكمان ممكن لو انتي سلقه الطماطم وعايزه تصلصي وكده مسلوقه تضربها كويس، وبعدين طبعا انتي بتصفيها والكلام ده. انا هنا النهارده هعمل معاكم فراخ باشكال مختلفه. هنا دي بطاطسايه مهروسه، انا تبلتها عليها توابل فراخ وملح وفلفل وكمون. ودول 4 قطع دجاج برضو، يعني بني متبلين اصلا من قبل كده. كنت هعملهم بانيه عادي، بس غيرت رأيي، قلت انوع منهم كده كام حاجة. قطعتهم كده وهفرمهم. هي حلوة في الفرم للفراخ. حلوة لما تجيبي برضو لحمة مفرومة وعايزة تعمليها كفتة وتضيفي لها حاجات تنعمها وتقلبها حلو. برضو بس يعني انا مثلا دلوقتي عملت اللحمة الفراخ لوحدها، بعد كده بقى احط عليها اللي انا عايزاه. لكن مثلا لو انا يعني مثلا الدنيا حلوه وان شاء الله كده تبقى حلوه معاكم، بتجيبوا بقى لحمه وكده كتير لا ما تتحملش بقى ان انا مثلا اجيب 3 كيلو لحمه واقرر افرمهم انا عليها. ما تتحملش الكلام ده. انتي كل فين كده نص كيلو عايزه تفرميه، حاجه مضطره الكلام ده. هنا انا حطيت 4 معالق بقسماط مع البطاطساية المتوسطة مسلوقة مع 4 قطع دجاج، وفرمتهم. هنا هعملهم كور كور عشان اقلبهم، يعني عشان يتقسموا كويس. واعملهم بانيه المفروض عفوا، اعملهم البانيه الكداب او كوكي او اطيب زي ما تحبوا تسموه. انا هشكلهم كده وهسيبهم يرتاحوا في التلاجة شوية، وبعد كده هعمل حاجة تاني على ما اسيبهم في التلاجة شوية. انا هنا جبت قرن فلفل اخضر، عملت معاه كام شريحة الوان من اللي انا شايلاهم في الفريزر، عشان هعمل بيهم كفتة الفراخ. مش عارف يتكلم ولا ايه، مش عارفة ليه اللخبطة دي. ضربتهم في المفرمة برضو في الكبة. وهنا هحط بصلاية وكام شريحة فلفل احمر عشان تدي للفراخ لون بامبا، لان دي هتبقى كفتة ولونها هيبقى باين بره. وضربتهم مع بعض بقى لحد لما ينعموا كده. وهي بتفرم كده بيبقى فيه عرق، انتوا كده عارفين، بيبقى في البانيه. هو بيبان بعد ما تفرمي، يعني ممكن تطلعيه بعد ما تفرمي. انا كده شفت انها ناعمه، انعمها كمان عادي في التنعيم مش مشكله. ولونها والفلفل اللي انا خرطته لوحده بقى بره ده علشان يبان. شوفي العرق بيطلع ازاي. هضيف بقى عليها هنا معلقه دقيق برضه عشان تبقى ماسكه حلو في بعضها. وهتبلها تاني بابريكا، معلقه توابل فراخ. هظبطها كده شويه. انا طبعا متبلاها من قبل كده ملح وفلفل، وبتدوقي برضو وانتي بتعملي. حطيت لها حبه ملح كمان. وده فلفل ابيض، طبعا انا ما كانش عندي فلفل اسمر بس عندي فلفل ابيض يعني عادي برضو حطيت زودت تاني. ده الفلفل اللي احنا خرطناه، انا قصده ان هو يبقى باين وانا عاملاها كفته. هتشوفوا شكلها في الاخر هيبقى حلو قوي. وهنا هغلفها بس بالدقيق علشان تبقى متسويه وماسكه نفسها. هتشوفوا في التحميره هتبقى ماسكه نفسها ازاي، وهتبقى مش باين ان انا ضايفه لها اي حاجه، كأن فراخ بس. طعمها لا مش كفته كدابه خالص، طعمها حلو قوي. انا هنا عملتهم، وبعدين دلوقتي نص كوبايه ميه هحط عليها معلقه دقيق ومعلقه نشا عشان نعمل البانيه الكداب او الكوكي.
هقلبهم كويس قوي. فانا دلوقتي قلبتهم وهنعمهم خالص، ما يبقاش فيهم اي كلاكيع ولا حاجه. هنا بقى معلومه للبنات الصغيرين اللي لسه بيتعلموا ولا متجوزين جديد، اما تيجي تعملي اي حاجه زي كده عودي ايديكي الاتنين يشتغلوا مع بعض. يعني انا بخلي ايدي في الطبق اللي فيه ماده سايله، ما بطلعهاش بره، اللي بحركها الايد التانية. البقسماط ده فيجيتار، ولو بقسماط برضو عادي، بس هو فيجيتار انا كنت منعماه. عملتهم بالطريقه دي. بصي 4 قطع بانيه طلعوا قد ايه كفته. وكفته ممكن عايزه تعمليها صوابع اعمليها، عايزه تعمليها مبطه تعمليها، بس انا بططتها عشان انا هسويها في طاسه عاديه. ولما تيجي تحطي البانيه الكوكي ده تحطيه في الزيت، ما يبقاش الزيت سخن قوي، ما يبقاش الزيت سخن، يعني يبقى الزيت شويه كده علشان ما تتحمرش قوي من بره وتبقى نيه من جوه. انا هنا جاني ضيوف على سهوه، رحت اضطريت اكمل بقى البانيه. أنا كنت هعمل منه حاجات تانية كتير بجد يعني، فاضطريت اقلي كله واكمل بانيه عادي عشان اخلص بسرعه. فكره المصفى دي برضو ما تلزميش نفسك بانك لازم تشتري ورق، خصوصا بعد ما كل حاجه بقت غاليه قوي. انا كل افكار اقتصاديه. انتوا ما تعملوش لايك ليه يا جماعه؟ اعملوا لايك يا جماعه، مش هتخسروا حاجه، وشرفوني بتعليق. بصي المصفى دي حلوة قوي وتغنيكي عن اي حاجة، وبتحطي كل بتنجان بقى بطاطس كل حاجة وبتصفي فعلا. انا كان المفروض اوريكم هي صفت قد ايه، بس برضو هي الحمد لله الحاجات مش شاربة زيت. بصي الكفتة لونها عامل ازاي، وبعدين وانتي بتعمليها بتكي عليها شوية. وهنا خلصنا الاكل بتاعنا وضحكت عليهم وعملت وليمة. انا مش عايزة اقول لكم ان هو كان اقل من كيلو بانيه. طعم الكفتة خطير وشكلها تحفة بجد، اكله هتعجبكم جدا. وبعدين انا يعني ما خدتش وقت، بس هو الواحد متعود انه ايه يعمل اللي هو عارفه على طول. انا صحيح بعملها كل فتره يعني، طبعا انا قعدت ادوق، بس طعمها حلو. دي برضو خياليه يعني، انا متكيه عليها في السوا، بس طعمها من جوه فراخ مش باين. بصي لونها مش محطوط عليها اي اضافات، طعمها حلو جدا. اتمنى لو انتم مش مشتركين تشتركوا عندي في القناة وتشرفوني وتشرفوني بتعليق ولايك يا جماعة. ما تنسوش انا اسمي ميسة وام سلمى طبعا يعني المعروفة كده. فربنا يكرمكم يا رب ويعجبكم الفيديو يا رب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بخير.